بسم الله الرحمن الرحيم على كل اخواتي وحبايبي. طبعا في بدايه الفيديو اعمل اشتراك في القناه واعمل لايك، فعل الجرس، صلي على النبي في الكومنتات وادعي لاخواتنا. تعالوا مع بعض، معانا مواضيع كتيره جدا النهارده. بس في البدايه، نائب رئيس البنك الاهلي بيتكلم على النادي الاهلي وبيقول ان الكوره في مصر ما فيهاش غير الزمالك، او معنى ان البنوك كلها اغلبيتها زملكاويه، وان التعليم بايظ بسبب النادي الاهلي. تعالوا بس مع بعض نسمع هو قال ايه، بعد كده نعم. الحمد لله، دي افضل حاجه فيها. عشان كده بنوك ناجحه. ما انا ما هقول ايه بقى؟ ما هو انت كنتوا بتقولوا التعليم بايظ، نتج عنه اهلاويه كتير، فنعمل ايه؟ يعني دلوقتي بنحاول ناخد التهريز. ده كان كلام نائب رئيس البنك الاهلي بيتكلم وبيقول ان النادي الاهلي او التعليم بايظ في مصر بسبب ان النادي الاهلي. طب انتوا ما نسيتوش او نسيتوا بسرعه كده وجود النادي الاهلي في عزا الكابتن محمد صبري؟ لسه يعتبر من يومين، والنادي الاهلي بالجهاز الفني بالاداري بالاعضاء كانوا موجودين في عزا كابتن محمد صبري، طالعين بتتكلموا على النادي الاهلي وبتقولوا ان اغلبيه البنوك ناجحه بسبب ان كلهم زملكاويه، وان التعليم مش ناجح عشان اغلبيته اهلاويه. طيب انا عايز اقول لك، بلاش النادي الاهلي في الدوري، او بلاش النادي الاهلي في افريقيا. شوف بقى مين اللي هيبقى موجود في افريقيا ان هو اصلا يشجع افريقيا. النادي الاهلي علامه كبيره جدا في افريقيا، وبالذات علامه كبيره جدا في الدوري المصري. لو ما فيش النادي الاهلي في الدوري المصري محدش هيتفرج على كوره. ما تقوليش زمالك، ما تقوليش بيراميدز، ما تقوليش الانديه دي. مين اصلا اللي موجود عمل انجاز النادي الاهلي؟ مين اللي موجود الميزانيه بتاعته زي ميزانيه النادي الاهلي؟ مين اللي موجود في الدوري المصري عمل الانشاءات اللي عملها النادي الاهلي؟ فانت لما تطلع وتتكلم وتقول النادي الاهلي التعليم بايظ بسبب النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، يعني انت بتغلط في جماهير النادي الاهلي، واحنا عارفين ان انت هتنزل بيان وتعتذر لجمهور النادي الاهلي. بس كل واحد بياخد فتره، زيك زي غيرك. قبل كده برضه طلع وغلط في الكابتن محمود الخطيب وغلط في جمهور النادي الاهلي، بعديها ما فيش يوم وطلع برضه واعتذر للنادي الاهلي. مشكلتكم ان انتوا عايزين تاخدوا اللقطه مش اكتر على حساب النادي الاهلي. لو النادي الاهلي مش موجود بالانجازات اللي هو عملها دي كلها، مين اللي هيبقى موجود؟ مين اللي هيعمل انشاءات، ومين اللي هيقدر يطور في الكره المصريه زي النادي الاهلي، ويقدر يطور في انشاءات في الدوري المصري زي النادي الاهلي؟ خلى العالم كله يتكلم عن الدوري المصري هو وجود النادي الاهلي في الدوري المصري والانشاءات اللي بيعملها في النادي الاهلي. فده حاجه يعني عبط من رئيس البنك الاهلي. انا نفسي اعرف انت ازاي نائب اصلا، يعني على الكلام اللي انت بتقوله ده، انت ازاي نائب في البنك الاهلي او نائب رئيس البنك الاهلي؟ وصلت للمرحله دي ازاي؟ ده اصلا قله التعليم عندك انت، مش عند الجمهور النادي الاهلي ولا جمهور النادي الاهلي. يعني لو مسكك مش هيحلك بمعنى صح، واحنا اصلا كلنا بننتظر بسبب التصريح ده. وكمان رد عليه مين بقى؟ رد عليه الاستاذ محمد سراج، ماشي، عضو مجلس اداره النادي الاهلي السابق. طبعا لما هو نزل واتكلم يحيى ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلي، قال معظم مسؤولين البنك زملكاويه، وده احسن حاجه علشان كده البنوك ناجحه. التعليم بايظ نتيجه عنه اهلاويه كتير. رد بقى ايه محمد سراج؟ قال ايه؟ هو فعلا كده في مشكله في التعليم علشان حد بالعقليه السطحيه دي يوصل للمنصب المهم ده. وفعلا انت عقليه سطحيه وصلت لمنصب اصلا انت ما تستاهلوش، لان انت عقليتك صغيره ما توصلش للمنصب اللي انت بتتكلم عليه ده. انت تعرف حجم جمهور النادي الاهلي، ولا تعرف انشاءات النادي الاهلي، ولا ميزانيه النادي الاهلي قد ايه؟ تعرف المجهود اللي بيبذله النادي الاهلي في الدوري المصري وبيبذله في قاره افريقيا عشان يخلي الصوره كويسه قدام العالم كله في الدوري المصري، يخلي صوره مصر والدوري المصري بصوره كويسه ويطلع بصوره كويسه. النادي الاهلي بيشارك في كل الدوريات، بيشارك في كل المحافل اللي بيدخلها، بيشارك في كاس العالم، بيشارك في افريقيا، في بطوله افريقيا، بيشارك في السوبر الافريقي، بيشارك في الدوري. اي بطوله بيطلب فيها النادي الاهلي، اذا كان الامارات، اذا كان السعوديه، ايا كان اي دوري بيطلب ان النادي الاهلي حتى اللي بيلعب معاه مباراه وديه عشان يقدر يوسع النشاط. النادي الاهلي لما راح كاس العالم، رئيس ريال مدريد راح له، برشلونه راحت له، ناس كتيره جدا راحت له، ومع الكابتن محمود الخطيب واتكلمت معاه وخد جوائز كتيره جدا.
انت بقى تعرف حجم النادي الاهلي ما تعرفش حجم النادي الأهلي، لان انت اصلا قليل جدا على ان انت تعرف حجم النادي الاهلي. نيجي بقى ايه للخبر اللي معانا كمان. انت عملت لايك الاول ولا لسه؟ اعمل لايك عشان كده كده محدش هيشوف اللايك غيري، فاعمل لايك عشان نوصل لاكبر عدد من اللايكات. تعالى بقى بالنسبه لمين حسام عبد المجيد، في اقاويل الفتره اللي فاتت ان حسام عبد المجيد مش عايز يجدد لنادي الزمالك. فعلا حسام عبد المجيد، او بمعنى صح حسام عبد المجيد مش عايز يجدد لنادي الزمالك. ليه؟ لان في بند او عقد حسام عبد المجيد نادي الزمالك بيقول ان العقد ممتد معاه سنه كمان، وحسام عبد المجيد بيقول لا ده انا اخري الموسم ده. يعني بمعنى صح بعد يناير مش هتعرف تجدد لحسام عبد المجيد، لان هو اخر الموسم اللي هو شهر 7 مش هتعرف تجدد له. طيب هل الزمالك عرض على حسام عبد المجيد بس في فلوس ان انت تدفع لحسام عبد المجيد؟ مفيش فلوس. رد بقى شقيق حسام عبد المجيد قال ايه؟ شقيق حسام عبد المجيد الزمالك ما فيهوش جنيه، فكيف نطلب 30 مليون جنيه للتجديد؟ شقيقي لم يطلب 30 مليون جنيه في الموسم للتجديد التعاقد مع الزمالك. هل من المعقول ان اطلب هذا المبلغ الكبير والنادي ما فيهوش جنيه؟ هو فعلا كلامه مظبوط، هو النادي ما فيش فلوس، ازاي اللاعب هيطلب 30 مليون واصلا اللاعب ايه؟ النادي ما فيش فلوس. موافقين على التجديد والمبلغ الذي يريده الزمالك وليس لدينا اي مشكله. يعني شقيق اللاعب بيقول احنا موافقين نجدد بس النادي مش راضي يتكلم معانا. نريد فقط بند يضمن السماح له بالرحيل حال تلقيه خارجيه. بمعنى صح عايزين يحطوا بند في عقد حسام عبد المجيد ان لو جاله عقد خارجي يقدروا ان هو يستفيد منه ويطلع بره او يطلع يحترف بره، مفيش مشكله. بس نادي الزمالك طبعا في دماغه حته الكوبري وانه هيطلع يروح النادي الاهلي، وحاجه غريبه جدا. دي عقليه نادي الزمالك، كلنا متعودين على عقليه نادي الزمالك. نيجي بقى لايه؟ لمين؟ ده كلام اتقال من وكيل اللاعبين في نادي الزمالك، او بقى يعني كان وكيل لاعبين في نادي الزمالك اتكلم وقال ان الزمالك بيطرح فلوس اكبر من النادي الاهلي عشان خاطر اللاعيبه تيجي، بس اصلا ما فيش فلوس. يعني بمعنى صح الزمالك بيعرض على اللاعب 15 مليون والاهلي بيعرض 10، فاللاعب بيفضل يروح النادي الاهلي ليه؟ عشان هيلاقي المبلغ ده وهيقدر ان هو يحصل على المبلغ ده. افضل ما يروح نادي الزمالك وياخد 15 مليون ويطالب ويطلع على الفيفا وانت كده كده عندك قضايا وعندك حاجات كتيره جدا. فطبعا وكيل اللاعب اللي هو مين بقى؟ السيد مرعي اللي هو والد ياسين مرعي قال إيه؟ الزمالك بيعرض الفلوس اكثر من الاهلي ولكن الفلوس مش مضمونه، وبالتالي اللاعب بيوافق على انتقال النادي الاهلي ب 10 مليون جنيه مضمونين بدلا من 15 مليون جنيه للزمالك مش مضمونه. وده فعلا اللي بيحصل الفتره دي، ان الزمالك بيعرض فلوس اكتر من النادي الاهلي بس اللعيبه بتفضل تروح النادي الاهلي لان الفلوس مضمونه. انا لو لعبت هاخد الفلوس من النادي الاهلي، اما لو رحت نادي الزمالك للاسف اغلبيه اللعيبه دلوقتي في قضايا كتيره جدا واللاعيبه ما بتاخدش مستحقاتهم ومفيش فلوس، فهو يروح النادي الاهلي ب 10 مليون ويضمن ال 10 مليون افضل من ان هو يروح الزمالك ما يضمنش الفلوس بتاعتها. كمان ياسين مرعي قال السيد مرعي وكيل اللاعبين والد اللاعب ياسين مرعي فضل الانتقال الى الاهلي رغم ان بيراميدز عرض عليه مبلغ مادي كبير. حاجه مش يعني متوقعينها جدا. ان افضل ان انا اروح النادي الاهلي شعبيه، اخد بطولات، هشارك في كل البطولات، اقدر ان انا اسمي يبقى موجود في وجود النادي الاهلي افضل من ان انا اروح بيراميدز. لسه نادي لسه طالع، لسه قدامه فتره كبيره جدا عشان يوصل ربع بس اللي وصل ليه النادي الاهلي. فان هو يفضل يروح النادي الاهلي ده حاجه كويسه من ياسين مرعي لجي النادي الاهلي. نيجي بقى للخبر اللي هو كمان معانا بالنسبه لحسام حسن. حسام حسن طلع في التصريحات اللي فاتت وقال كلام كتير جدا على لاعيبه المنتخب المصري. طيب يا كابتن حسام ايه اللي انت قدمته في الفتره اللي فاتت وايه المستوى اللي انت قدمته عشان ان انت تطلع تتكلم وتقول اصل انا عندي اثنين لاعيبه محترفين اوروبا؟ طبعا هو قصده اثنين لاعيبه محترفين، محمد صلاح وعمر مرموش، والرابع اللي هو مين؟ مصطفى محمد. وطلع واتكلم قال مصطفى محمد بيطلع سطر ويسيب سطر، وطلع بعديها ووضح وقال لا انا قصدي ان هو لو بيلعب مع النادي بتاعه باستمرار هيقدر ان هو يحقق ويبقى في افضل، يعني افضل من المستوى اللي هو بيعمله دلوقتي. طب يا كابتن ايه اللي انت قدمته دلوقتي عشان تطلع وتتكلم وتقول ان انا اصلا اقل لاعب باخد مليون جنيه في الشهر؟ مليون جنيه انت بتلعب كام ماتش اصلا في السنه؟ بتلعب ماتشين ثلاثه تاخد انت مليون جنيه وانت قاعد في البيت، يعني انت بتتكلم في السنه بتاخد 12 مليون جنيه. ايه اللي انت قدمته بقى في اللي انت تاخد 12 مليون؟ انت بتاخد مليون جنيه في الشهر وانت قاعد في البيت
منتخب مصر لحد دلوقتي احنا ما شفناش اي حاجه. المنتخب طلب ان انت تلعب، البرازيل رفض. عايزينك تلعب انديه كبرى بترفض، بتروح تلعب لي اوزبكستان وتتغلب منها، والراس الاخضر بتلعب لي فرق اصلا انت يعني في التصنيف انت اعلى منها، كتصنيف انت اعلى منها، وفي الاخر بتتغلب منها. انت لحد النهارده ما شفناش منك كوره كويسه، وما شفناش منك اداء كويس. رد عليه بقى مين؟ ميكاييلي. حسام حسن بيقول ايه في التصريح بتاعه؟ مرتبي انا وجهازي ما يجيش شعره جنب اي مدرب اجنبي، وميكيلي كان بياخد اضعاف مرتبي ومحدش سمع صوته. ميكيلي رد عليه قال له بقى، قال له حصلت على المركز الرابع في الاولمبياد مع مصر، وقدمت عدد من اللاعبين وراتبي يتماشى مع كفاءتي وسيرتي الذاتيه. بمعنى صح بيقول له انا قدمت مع المنتخب الاولمبي ووصلت وخدت مركز رابع، وكان الاتحاد بيديني على قد الكفاءه وعلى قد الحاجه السي في بتاعه، على قد البطولات اللي انا قدمتها. ايه اللي انت قدمته بقى يا كابتن حسام؟ ما قدمتش اي حاجه. افريقيا انت المفروض تروح افريقيا وتكون المرشح الاول. انت لحد دلوقتي مش شايفين منك اداء. بالنسبه لكاس العالم حاجه طبيعيه ان انت تبقى موجود في كاس العالم، انت منتخب مصر لازم تبقى موجود في كاس العالم، لازم تبقى موجود في البطوله الافريقيه، ولازم تشارك. انت مباراه يعني البطوله قدام 4 فرق خدت فيها مركز ثالث بالعافيه. اوزبكستان غلبتنا، فازت علينا، والراس الاخضر تعادلنا معاه وفزنا عليها بضربات الجزاء. حاجه جدا، انت ما قدمتش حاجه من وجهه نظري لحد دلوقتي. فتقريبا افريقيا هي اللي هتحكم مستوى كابتن مين؟ حسام حسن في الفتره اللي جايه.